كلام لا يفهمه إلا العقلاء. المرض نصيب، والعلاج قرار، والزواج نصيب، والطلاق قرار، ووجود أشخاص بحياتك نصيب، والاحتفاظ بهم قرار. فإن لم تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار. عيوب الجسد يسترها متران من القماش، ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش. ليس الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق أيضا. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ثيابنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومرقدنا تحت الأرض حفرة. سبب المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام، ونحن ما بين المقصود لم يفهم، ومفهوم المقصود لم يفهم. عجيب من يجد في نفسه عذرا في كل شيء، ولا يعذر الناس في أي شيء. أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيبة الأخلاق. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل أحكم عليهم بما تحتويه قلوبهم. من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. اهتمامنا شديد جدا بمسمياتنا في الدنيا: بروفيسور، دكتور، مهندس، معلم. لكن لماذا إذا أعددنا مسمياتنا في الآخرة؟ الصائمون، القائمون، المتصدقون، الراكعون، القانتون، الذاكرون. سؤال يستحق التأمل أكثر في التفكير في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست الآن. افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. سلام عليكم.